السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو اللي غادي نشارك معكم اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. كنشكر الناس اللي دخلوا لعندي جداد، كنشكركم على تشجيعاتكم بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الدجاج اللي كنديرو مفور او لا كيطيب في الفران. بسم الله على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا انا درت شرموله اللي درت فيها القزبور والثومه وشويه ديال الزيتون مصيه، عفوا شويه الزيتون هذاك اللي بلا عظم تلفت وشويه ونص حامضه مصير ونص بصله وطحنتهم بشويه ديال الزيت وشويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، الفلفله حمراء، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير. هاد الشيء درتو في الشرموله، يعني هي شويه شويه، نقول واحد 4 معالق كيف ما شفتوا معايا منين درت شرموله. راني زدت نفس التوابل في الطبسيل ياك. هنايا عندي هي 2 دجاجات، هادو كانوا عندي كوموند. غادي نشرملهم مزيان وغادي نحطهم هكا على جنب يرتاحوا. بطبيعه الحال الدجاج راه كنكونوا غاسلينه مزيان. اللي كيقول الماكله ديال الدجاج والدجاج بنين هو انه كيخصو يكون مغسول مزيان. كل ما كان الدجاج مغسول مزيان وشارب لنا الملحه في الغسيل كل ما كيجي لذيذ. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على في اللي حسن، واش الغسيل بالحامض والملحه ولا الغسيل بالخل والملحه، يعني فاش كنرقدوا الدجاج. انا حسب تجربتي الشخصيه الدجاج الا كنت باغيه نطيبو ويجي نفتي ما كنديرلوش الحامض، كندير له الخل، لان الحامض كيقصح شويه الدجاج، ما كيخليهش يجينا هشيش، بالاخص الصدر ديالو كيطيبوا في الطياب. الا طيبناه كيطيبوا دوك الفخاد كيهراو، ولكن الشيء الاخر ديال الدجاجه كيبقى لنا قاصح. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي الفيغميسيل اللي كيف ما كنعرفوا الاغلبيه يعني كنديروا الماء غليان، كنديروا فيه الفيغميسيل، كنخليو واحد 5 دقائق، كنصفيوها كتستقطر لنا من الماء مزيان، كنقطعوها. زدت نفس الشرموله اللي درت في الدجاج زدتها هنايا. زدت الكبيدات اللي سلقتهم بالماء والملحه وخليتهم حتى بردوا، صفيتهم وخليتهم حتى بردوا عاد قطعتهم. كنأكد على الكبده تتبرد عاد تقطع. زدت قبطه ديال المعدنوس مزيانه، الزيتون بلا عظم. هذه هي الحشوه اللي غادي نعمر بها الدجاج. شويه ديال الزيت، اما زيت بلديه ولا زيت عاديه اللي متوفر عندنا، وغادي نزيد واحد الرشيشه ديال الملحه على قبال الفيغميسيل. اما الشرموله راه عندي فيها شي شويه ديال الملحه مع الحامض مصير والزيتون اللي بلا عظم كيف ما كنعرفوا، يعني كيكونوا مالحين شويه. غادي نخلط مزيان هاد الحشوه باش هذيك الفيغميسيل اولا الشعريه الصينيه تشرب لنا ديك الشرموله باش ما تجيناش باسله. دابا ان شاء الله غادي نعمر دوك الدجاجات. ديك الشرموله اللي بقات شايطه على دوك الدجاجات زدتها تما. كيف ما كتشوفوا معايا راه الفيديو موضح راسو. هنا بالنسبه للتعميره راه ما كندكنوش، كنديرو غير القياس باش الدجاجات كيطيبوا وكيبقاو لنا مجموعين. بالاخص الا كنا غنفوروهم في الكسكاس ما غاديش نديروهم في الفران. الا كنا غادي نديروهم في الفران راه كناخذوا بابي كويسون، يعني داك الورق الطاي. انا كنفضل هذه كملاحظه وحسب تجربتي الشخصيه، كنفضل الدجاج الا كنت غنديرو في الفران ندير كل دجاجه بوحديتها، ندير لها ورق الطبخ وندير لها الالومنيوم، يعني كل دجاجه بوحديتها احسن. كتبقى الدجاجه مجموعه وكتحمر على كاع الجهات سبحان الله. يعني طياب الفران كيجي خطير بالنسبه للدجاج.
صافي كنا نديروهم في الكسكاس. راه المهم راه كنديرو عيننا ميزاننا في الصراحه، ما كنجمع لهم لا رجليهم لا والو، قليل الا كان الدجاج هكا غادي نطيبو. يعني ما غاديش بحال دابا مثلا الا كان الكسكاس كبير وغادي يجيونا دوك الدجاجات غادي يبقى التاسع، يعني راه غتحلنا. اما الا كان الكسكاس د البرما صغير غادي يجيو، يعني غادي يجيو دوك الدجاجات مجموعين فيه. كنتمنى نكون وضحت مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا معايا ندوزو للخضيرات اللي غادي ترافق بهم هاد الدجاج. عندي هنايا هاد اللوبيا، راه هي عرفتوها البنات، الماء كيكون غليان كنحطو فيه اللوبيا، يعني ما كدوز 2 دقائق وكنصفيوها. شوفوا راه كتبقى في اللون ديالها زوين، ما كتحتاجناش نديروا لها الماء بارد او الماء فيه الثلج. وفي نفس الوقت كتشرب لنا ديك الشرموله مزيان. فاش كنقليوها، يعني فاش كنشرملوها ونقليوها كتجينا لذيذه بزاف. القرعه هنايا انا راني ما سلقتها ما والو، يعني هكاك خضره. درت في دوك المقيلات الزيت ودرت القرعه هكاك، زدت عليها ديك الشرموله، بطاطا مسلوقه حتى هي نص سلقه، يعني ماشي حتى تهرى، حتى هي نفس الشرموله. وكنشحروهم مزيان، اللوبيا والبطاطا كنشحروهم مزيان، يعني كنعطيوهم حقهم في ديك التقليه اللي كنقليوهم. اما بالنسبه للقرعه راه كنخليوها طيب هكا. شوفوا معايا اللوبيا ما غادي تهرس ما والو، غتبقى غزاله ولذة كتجي لذيذه. بالنسبه للقرعه راه غادي نغطيها، يعني ما غاديش طيب هكا كي عريانه. انا غير على ما كملت هكا مزيان بتحرك باش يعني كل شيء الخضره كامله كتاخذ حقها في الشرموله، وغادي نغطيها. هنا راه ضروري ما كنبقاو مره كنحركو، يعني ماشي نغفلو على داك الشيء. راه ديال السقنا واخا يكونوا المقلات ديال طيفال تقد سقنا ما نعرف، المهم كنردو البال. هذا بالنسبه الا كانوا يعني المقلات شويه قدامين، اما الا كانوا فاش كيكونوا جداد راه كيكونوا ما كيلصقوش. بالنسبه لهاد الخضيرات راه هما زوينين بزاف وكيبقاو عندنا في الثلاجه حتى 4 ايام. هنا انا راه زدت ديك الصوص الحاره على ديك اللوبيا، كتكون لذيذه ديك لاصوص، كتكون بنينه. كيف ما قلت لكم هاد الخضيرات هادو يعني كمرافقات ولا شليضات نحطوهم في الطبله راه كيبقاو لنا 4 ايام في الثلاجه. هاي نكونوا سادين هكا ديك الجبيبنات مزيان. هنا كيف ما شفتوا معايا بطاطا انا زدت فيها شويه ديال الخل باش كتجينا هكا بطاطا مشرمله على طيبه الحموضه. هنا انا اللوبيا راني طفيت عليها، بطاطا طفيت عليها، بقات غير القرعه هي اللي بقات كطيب. شوفوا معايا كتبقى كطيب حتى كتحمر لنا. كتكون هنا راه كتكون النار مجهده، يعني باش ما كطلقناش الماء، وراه ما كتاخذش الوقت بزاف في الطياب ديالها، راه دغيا كتوجد. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا صافي الدجاجات هما هادو. انا حيت هادي كوموند الدجاج راه مولاتو يعني اللي غادي طيبوا عندها في الدار، انا غير قاديتو لها هكا والطيابه طيبوا عندها. صافي كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كنبارك لكم العواشر لان راه رمضان ان شاء الله على الابواب. كنتمنى نوصلوا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، واللي عجباتو القناه ديالي بارطاجيها، وشكرا لكم بزاف.